كريم أحمد بدر قائد قوة الدعم يوم 1/7/2015. كل مقاتل يا فندم بيستنى اليوم اللي تنادي عليه مصر وتقول له هي دي مهمتك. يوم 1/7/2015 يوم 14 رمضان والمعروف باسم معركة الرفاعي، اليوم اللي حاول فيه أعداء الوطن إعلان إقامة ولاية سيناء. ومع بداية اليوم بدأت توصلنا معلومات إن كمائن جنوب الشيخ زويد في منطقة الرفاعي بتهاجم من قبل العناصر الإرهابية في وقت واحد. وصلت الأوامر يا فندم بالدعم، كنا جاهزين ننفذ أي مهمة ومتدربين على كل مهمة ننفذها في أي وقت. اتفقنا يا فندم قبل ما نتحرك إن إحنا قبل ما نتحرك لمهمة دعم الكمائن وقبل ما نقابل ربنا أي حد فينا شهيد هنقابل ربنا بأكبر عدد منهم. بدأنا التحرك، وكان في مقدمة التحرك دبابة M60 قائدها الملازم الأول البطل محمد عبده والملازم الأول حسين السيد. كنت موجود يا فندم، كنت موجود في المركبة رقم 2 وراهم ومن ورانا باقي قوة الدعم. بدأنا التحرك وكان دعم ربنا وتثبيته لينا ظاهر من أول لحظة. الطريق اللي خدناه خد مسافة أكبر، بس فوجئنا إن هو خد مسافة أقل وخد وقت أقل. نجحنا يا فندم الحمد لله إن احنا نوصل للكمائن. شفنا المعركة الشرسة اللي فيها قواتنا مع العناصر الإرهابية. خدنا أماكننا وبدأنا التعامل معاهم، وجهنا لهم ضربات تقيلة، ضربات متتالية، صوبنا عليهم بنايات شديدة الانفجار. عملنا معاهم يا فندم بكل أنواع الذخيرة، حققنا فيهم خسائر كبيرة. بدأنا نصفي الأفراد اللي موجودة وندمر العربات. عربات الدفع الرباعي يا فندم بدأت تنفجر قدامنا وأشلاءهم بدأت تتناثر في كل مكان. في اللحظة دي سمعنا صوت الرشاش ال14.5، السلاح الرئيسي المحمل على عربات الدفع الرباعي للعناصر الإرهابية بيضرب علينا من كل اتجاه. وفوجئنا بوجود مجموعات تانية موجودة في منطقة الرفاعي. عرفنا ساعتها ان المهمة بتاعتنا مش هتكون بس دعم الكمائن، المهمة هتكون القضاء على المجموعات والعناصر الإرهابية والموجودة في منطقة الرفاعي. حولنا يا فندم ووجهنا نفسنا في اتجاههم، فتحنا التشكيل وبدأنا نوجه لهم عن طريق الدبابة المدرعة بناء شديد الانفجار. كانت الإصابات مباشرة. لما حاولوا ان هم يتجمعوا ويقربوا من بعض بدنا فرصة نحقق فيهم خسائر أكتر. صفينا أعداد كبيرة، بدأت المسافة ما بيننا وما بينهم تقرب، وبدأت جثثهم تبقى موجودة في كل مكان. بدأنا نحس إن نصر ربنا هيكون النهاردة. لما قربت المسافة يا فندم بدأ أبطالنا يوروهم فرق العقيدة اللي ما بيننا وما بينهم، فرق العقيدة اللي ما بتخليهمش يقدروا يرفعوا سلاحهم في وشنا. رصاصنا كان بيصيب يا فندم. في الوقت ده بدأت المسافة تقرب أكتر وأكتر. فوجئت بالملازم الأول البطل محمد عبده بيفتح الفتحة بتاعت الدبابة وبيخرج منها بسلاحه الشخصي والذخيرة. قرر إن هو يواجههم راجل لراجل، بدأ يصفي فيهم. الملازم الأول البطل كان من أول اللحظات، كان من أول الناس اللي عايز يطلع ينفذ المهمة. بدأ يصفي في أعداد كبيرة. فجأة لقيته بيشاور لي بيقول أنا اتصبت. حاولت أفهمه إن هو يخلي، شاور لي إن هو هيكمل. بعد كده يا فندم بدأوا يتعاملوا علينا بالأربجيه. ضربوا على الدبابة بتاعته 2 دانة أربجيه، واحدة منهم أصابته إصابة مباشرة
واستشهد الشهيد البطل على الفور.